دكتورة شريهان، احنا من الغدد اللي بتفرق معانا جدا في الطب النفسي هي الغدة الكظرية. ممكن تدينا فكرة عنها، عن أعراض نشاطها، أعراض خمولها، مكانها، وظيفتها، بتعمل ايه بالظبط؟ الغدة الكظرية أو الغدة الفوق كلوية زي ما بنقول عليها هي غدة موجودة فوق الكليتين. الغدة دي بتفرز هرمونات كتير جدا، منها هرمون الكورتيزول، الالدوستيرون، هرمونات الجنسية، حتى هرمون الأدرينالين أو يعني الاسترس هرمونز هي بتفرزهم، وليها يعني علاقة وثيقة بوظائف الجسم، يعني هرمون مهم جدا. وأي نقص في الغدة الكظرية بيسبب للعيان أعراض يعني تضايقه جدا، وأعراض فعلا مجهدة ومرهقة، والعيان بيجي على طول فورا يروح للدكتور لأنه مش بيبقى متحملها. يعني مم. مثلا لو هو عنده مشكلة في إفراز الغدة الكظرية من ناحية الكورتيزول، هي بالمناسبة ممكن يبقى فيها يعني خلل منفصل في كل حاجة. فلو عنده مثلا نقص في الكورتيزول، العيان ده بيجي بإجهاد، طول الوقت تعبان، طول الوقت ضغطه واطي، العيان حاسس ان جسمه بيوجعه، الام في الجسم، غممان، ترجيع، نقص في الشهية، خسسان، اه. اضطرابات برضو مزاجية، عنده انكزايتي، عنده توتر، عنده ساعات بيبقى عندهم لا مبالاة، يعني من ضمن الأعراض. عنده حاجات كتير جدا، فالعيان مش بيبقى عارف المشكلة فين. او على العكس مثلا زي الفيبروماسيتوما، لما بيزيد الادرينالين يجي العيان ضغط عالي، بالبيتيشن، عنده ضربات قلب عالية، حاسس ان هو مشدود، حاسس ان هو مش كويس. دي كلها من ضمن الاعراض اللي بتظهر مع خلل الغدة الكظرية. تمام. طيب، هي الاضطرابات بتاعت الغدة الكظرية هل هي قابلة للعلاج؟ فطبعا يعني لو قدرنا نشخصها فعليا ممكن تساعدينا في علاجها وان احنا نتفادى الأعراض النفسية بتاعتها؟ اضطرابات الغدة الكظرية بسبب ان هي يعني ليها حاجات كتير، يعني ممكن يكون نقص وممكن يبقى زيادة افراز. لو هو نقص، احنا في الحالة دي بندي هرمونات تعويضية زي نقص الكورتيزول مثلا، او زي نقص الهرمونات الجنسية او غيره. لكن لو زيادة افراز نتيجة وجود مثلا ورم، او نتيجة وجود يعني حاجة معينة، مشكلة معينة بتسبب زيادة الافراز، ساعتها ممكن يبقى في حل جراحي مثلا. مم. طيب، دكتورة شيرين، احنا يعني عاجزين عن الشكر على المعلومات شكرا. الجميلة اللي حضرتك قدمتها لنا. شكرا. شكرا ليكي جدا شكرا. فعلا.